حادثة بسيطة جدا، لا تستاهل أن كل هذه الأمور اللي حصلت من قاتل حسين نهرهرة. كل ما في الأمر أنا جيت أنا أجنب جنب السوبر، لاقي أشتري مقاضي العيد أنا وبناتي طبعا. فلاني أول موقف ظهر لي حسين هذا القاتل حسين نهرهرة ثاني فوق السيارة يكور عليها، تمام. وبعدين نزل يعني بيتمادى ويتلفظ بأبشع الكلام عندنا. أنا من آل سلطان وأنا ما أدري وين وأنا ما أدري فين. قلت له يا اخي الله جزاك الله انت الغلطان. قال لا، حصلت بيننا عاد بالبدايه مكالمه يعني شدت بكلام انا وانت، حضرت الناس كلها ذاك الوقت قالوا لا انت الغلطان في الحادثه. قال انا بشوف الكاميرا حق السوبر وبتضح لكم الحقيقه ان من الغلطان. قلت له يا اخي ما يستاهل هذا الامور، هذا احنا قبل المغرب شوي نبغى نروح نفطر. ذهب حسين والناس كلها مجتمعين طبعا في الموقع الحدث، كل الناس مجتمعة. ذهب حسين ودخل السوبر وخرج من الباب الثاني، سمع واحد يقول انا بوريه، تمام. ركب في موتر، احنا ما ندري نهائيا انه ركب في موتر وانه ذهب لبيته واتى بالسلاح. فجأة ذاك الوقت ينبهني واحد يقول لك انت صاحب الصالون جاء مع آلي لا عندك. انا بعدت ذاك كنت بعيد، انا بعدت. جاي ثاني الرجال جاي قاتل يعني، فتح الآلي ضرب السيارة من عدة جوانب، من الخلف ومن الجوانب تقريبا ما بين 8 إلى 7 طلقات، تمام. وأنا في الجنب الثاني بعيد من السيارة. وما اكتفى في هذا الشيء طبعا، لا عاد يبغى يدور علي في السوبر في هذه الأشياء. فأنا ذاك الوقت سعفت بنتي حنين الله يرحمها اسكن الجنة، والثانية ما كنت ما أعلم عنها شيء. فوصلت بالمستشفى ثاني توفت الله يرحمها اسكن الجنة. فبلغوني ان الثانية يعني فيها اصابات في رجلها وفي هذا وفيها الصدمه يعني كما الخوف. وقت الحادثه انت فين كنت؟ ما كنت داخل السياره؟ لا كنت انا خارج برا. طبعا قبل المشادات الكلاميه يوم ما جاء عندي قلت له يا حسين هرهرة افجعتي اطفالي. يعني كان عارف انه في اطفال أيوة في نعم السياره. نعم. كان حتى صاحب الموتر اللي ذهب جاب السلاح كان في هذا الوقت القريمي يعني يقول لك يشتغل هناك في هذا المكان. قال ايش تفعل انتبه مع اطفال. بلغني انا بلغته وغيري بلغه، تمام. لكن احنا نعيش في وحش القبابر يعني، في مرحله استغفر الله العظيم ما نعرف عنها شيء.